يلا بينا نعمل الرز بلبن على طريقتي باللبن المكثف. هجيب اول حاجة الرز هسويه سوا كامل، انا بحبه كده. بعد كده هجيب معلقتين ونص من النشا، هدوبهم مع كوباية من اللبن وهنزل بيهم على النار. ده طبعا النار انتوا بتبقوا مهدين عليها خالص عشان النشا ما تتكلكعش. وهحط اللبن المكثف، بس نصيحة ما تحطوش اللبن المكثف في نص الحاجة، حطوا اللبن المكثف بعد ما تخلصوا الدنيا كلها، لان اللبن المكثف اول ما بينزل على النار بيتلسع، فخلوا بالكم. فحطيت الفانيليا وخليته كده لحد ما بقى يعمل زي الكريمة. احط شوية في الفرن وشوية في التلاجة، بس اول ما انتوا ما تصبوه هو لسه سخن كده غطوه بستريتش او غطوه باي حاجة عشان يعمل كشكشة حلوة. انا سبته لحد ما هدي شوية لان انا بصراحة ما كنتش فاضية، فسبته لحد ما هدي شوية، بعد كده عملته بستريتش، فما تعملوش زي. بس طعمه احلى 100 مرة من الكريم شانتيه من القشطة. هو اصلا قشطة، انتوا بتاكلوا حاجة كده كريمة زبدة تحفة. جربوه باللبن المكثف يعني مش هتندموا حرفيا. يا رب تكونوا استفدتوا.